قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. أي من الأعداد الآتية عدد غير نسبي، يبقى أنا هدور على عدد ملهوش جذر. مم. تمام. فطبعا الإجابة هيبقى الاختيار رقم ج. ليه تمام. ج؟ لأن الثمانية ليس لها إيه؟ جذر إيه؟ جا. تربيعي. تمام. رقم اتنين. مم. بيقول لحضرتك 4 جذر 24 زائد 5 جذر 54. بصي والله ممكن أروح أعملها على الآلة. فالآلة هتقول لك يا باشا دي 23 جذر. مم. خلاص طيب، او بقى لو انا عايز اعملها بدماغي، يلا بينا نعملها بدماغنا. يبقى طيب. 5 جذر ال 54. ال 54 دي كام في كام؟ والله يا استاذ تنفع 2 في 27 وتنفع 4. ال 4 في 6 في 9. يبقى دي اخليها 6 في 9. طيب تمام. زائد ال 4 جذر 24. ال 24 دي 4 في 6. طيب الستة ملهاش جذر، بس التسعة ليها جذرها كام؟ جذرها تلاتة. 3 تطلع بره تبقى 15. جذر 6. 15 جذر ستة. والأربعة جذرها اتنين، يبقى اتنين في أربعة يبقى تمانية. جذر ستة، تمانية وخمستاشر تدينا 23 جذر ستة. مجموعة حل المعادلة 6 إكس تربيع ناقص 12. هودي ال 12 بعكس الإيه؟ الإشارة. طارة. يبقى 6 إكس تربيع بتساوي 12. هقسم على الستة. يبقى الإكس تربيع بتساوي 2 بأخذ الجذر التربيعي. يبقى الإجابة الإكس هتساوي موجب سالب جذر 2. الاختيار رقم إيه؟ رقم ألف. تمام. طيب ده كثيرة حدود مربع كامل، يبقى قيمة الكي. طبعا ده الحد الأخير. هنا بقى في طلبة ذكية تقول لك يا أستاذ، هو عشان من شروط المربع الكامل لازم يكون الأولاني ليه جذر والأخير ليها إيه؟ جذر. طب أنا شايف إن جذر. السبعة ملهاش جذر وال 14 ملهاش جذر وال 28، يبقى الإجابة الصحيحة 9 وإيه؟ و40. 40. طب لو أنا عايز أعملها بالحل، أقول الأخير بيساوي الأوسط على 2 في جذر الأول الكل إيه؟ تربيع. طيب إذا كان الحد الأعلى هو 18 والمركز 16 عايز الأدنى، يبقى والله الأدنى بيساوي إيه؟ المركز في 2 ناقص الأعلى. صح، 2 في المركز ناقص الأعلى. يبقى 2 في المركز اللي هو 16 ناقص 18. 32 ناقص 18 ادينا 14. مم. تمام. اكس ناقص واي بتساوي 2 واكس تربيع ناقص واي تربيع بيساوي 28. عايز اجيب اتنين. الاكس واي. اتنين. مم. آه. مم. نكست. طيب هو ايه الوسط الحسابي اصلا؟ مم. الوسط الحسابي يعني ايه وسط حسابي؟ اللي هي اكس على شرط، صح؟ لا بص بقى، ده هو الوسط الحسابي للاكس والواي. كلمة وسط حسابي يعني مجموعهم على الاثنين. كلمة الوسط الحسابي للعددين اكس وواي دي معناها اكس زائد واي على الاثنين. ماشي. يبقى الوسط الحسابي تمام. بيساوي ايه؟ اكس زائد واي على الاثنين مجموعهم على عددهم. طيب اكس زائد بقى واي بكام اصلا؟ هقسم التمانية على الاثنين فيها الاربعة. 4 على الاثنين فيها الايه؟ الاثنين. اتنين. خلاص يبقى انا اروح اختار من الاختيارات. هروح اختار ايه؟ ماشي. السؤال السابع. طول البي سي. طبعا انا هنا بالمقارنة خلاص هشوف كده طبعا بعناية ان ده بيساوي ده او ده بيطابق ده، صح؟ مم. حلو. يبقى ده بيطابق ده. يبقى انا عندي الاكس زائد العشرين هتساوي مين؟ 7 اكس ناقص 10. يلا بينا نحلها بقى. يبقى 7 اكس ناقص 10 هتساوي اكس زائد 20. حلو. هجيب الاكس هنا والعشرة هناك. يبقى 7 اكس ناقص اكس بتساوي 20 زائد 10. يبقى 6 اكس بتساوي 30 على الستة. يبقى الاكس بخمسة.
ما اروحش بقى افرح واختار خمسة. طب ليه؟ لان هو عايز البي سي بقى بتساوي ايه؟ والله يا استاذ انا لا. عارف البي سي بتساوي 7 إكس ناقص 10. يعني 7 في 5 ناقص 10، 35 ناقص 10 25. يبقى الاختيار رقم د. تمام يا جميل؟ طيب، تمام. مجموع قياسات الزوايا الداخلية للشكل السباعي هيساوي 900. تمام. طب ايه القانون؟ ايه القانون؟ خلاص، اللي هي n ناقص 2 في 180. بالظبط كده، يبقى 7 ناقص 2 في 100 و8. طيب، البي جي ب8. أستاذ البي جي ب8. يبقى أنا كده عارف إن دي ب4 لأن دي نقطة تقاطع المتوسطات. يبقى البي دي على بعضها طولها 12 صح؟ يبقى الاي سي هيساوي ضعفها. يبقى 2 البي دي، يبقى 2 12 يبقى 4 وإيه؟ و20. تمام يا جماعة؟ فيها أدنى مشكلة؟ لا. تمام. ده أول سؤال. في الشكل، يلا بينا عايزين نحل بقى الأسئلة دي كده واحدة واحدة مع بعض. أول سؤال بيقول لك مدينا إكس ومدينا واي، عايز الاتحاد وعايز التقاطع. طيب إحنا كنا بنعمل إيه أول خطوة؟ نرسم نرسم خط. خط الأعداد صح؟ خط الأعداد كده. أدي خط الأعداد. ونرتب عليه الأعداد، مش شمال لليمين، مش صغير الكبير. للكبير. طيب هرتب عليه أصغر حاجة عندنا مين؟ -2. سالب 4. 4. بعديها -2. وبعدها كام يا محمد؟ بعدها -2، بعد كده -5. -2 للخمسة مقفولين، فدي مقفولة. دي مقفولة وهوصل. حضرتك دي مين؟ دي إكس. إيه ده أنا مسحته ليه؟ أهو. خلاص يبقى أنا كده هوصل. آدي -2 مقفولة، وآدي الخمسة مقفولة، وهوصل وظل. حضرتك دي مين؟ دي إكس. الواي من -4 مفتوحة، الاتنين مقفولة. يبقى -4 مفتوحة، الاتنين مقفولة، وهوصل وصل. ودي مين؟ دي واي. طيب التقاطع الفترة اللي في النص اللي هو فين بقى الإجابة؟ يبقى الإجابة الفترة من -2 ل2 مقفولين. طب الاتحاد من أول الخط لنهاية الخط يبقى من -4 لغاية الخمسة مفتوحة مقفولة. ماشي؟ تمام. طيب يلا نحل بقى المعادلات ديت واحدة واحدة، ومش عايزين إن إحنا نستعجل. إكس تربيع زائد إكس زائد 20، هدخل 20 جوه بعكس ليه؟ إشارة. يبقى إكس تربيع زائد إكس ناقص 20 يساوي صفر. هفتح إيه؟ قوسين. إكس تربيع تبقى إيه وإيه؟ إكس وإكس. ال20 كام في كام؟ 4 في 5. والسالب شرير يدي الشرط الأوسط الكبير. يبقى إكس تاني على. ال4 بتساوي صفر، يبقى الإكس بتساوي 4. أو إكس زائد 5 بتساوي صفر، يبقى الإكس بتساوي -5. يبقى م ح محشي حمام مجموعة الحل هتساوي يا إما -5 يا إما -4. طب الناحية التانية نفس الفكرة، هوخد دي بعكس الإيه؟ الإشارة صح؟ طب بعكس الإشارة هعمل إيه؟ إكس إيه؟ تكعيب ناقص ال36، إكس بتساوي صفر. هاخد الإكس عامل إيه؟ مشترك. مشترك. يبقى إكس تربيع ناقص 36 تساوي صفر. أحللها يبقى إكس وأفتح قوسين. إكس وإكس 6 و6، واحدة موجب واحدة إيه؟ سالب. ثالث. يبقى يا إما الإكس لوحدها بصفر، يا إما الإكس ناقص ال6 بصفر يبقى الإكس ب6، يا إما الإكس زائد ال6 بتساوي صفر يبقى الإكس بتساوي -6. خلاص؟ تمام. يبقى م ح مجموعة إيه؟ الحل. يا إما 6 يا -6 يا صفر. ماشي؟ لغاية كده في أي تمام. مشكلة؟ طيب تعال نروح لا. للتحليلة ديت. يلا رقم 3، حل المعياري تحليلا تاما.
هعمل ايه؟ طيب هو ده مترتب وكل حاجة صح؟ طيب هل مم. ينفع اخد الخمسة عامل مشترك؟ لا، فده لا. تحليل بالمقص. طب تحليل بالمقص هعمل كده وهعمل كده. تمام؟ طيب التحليل بقى هنا يا أستاذ عندي 5 إكس تربيع. حل إزاي؟ تبقى 5 إكس وإكس. ماشي؟ طيب 24 ممكن أعملها 4 في 6. 3 في 8. ممكن 3 في 8. أنا عايز فرقهم 2، خدي بالك، بس 3 في 8 صح هتنفع، إيه رأيك؟ صح. بس دي هتبقى 8 ودي هتبقى 3. بس كده 15 - 8 لا مش هتدينا 2. خلي ال3 فوق ال8 تحت. بس هتدينا 40 بعيدة أوي يا رب. ممكن تبقى 4 في 6 تبقى ب20. لا هتبقى 2 في 12. هتبقى هنا 12 يا رب وهنا 2. تعالى نضرب كده. 2 في 5 بكام؟ ب10. 1 في 12 ب12. كده طرحهم هيساوي 2 فعلا صح؟ مين الكبير؟ ال12. هي اللي هتاخد إشارة الحد الأوسط والتاني عكسه. يبقى القوس الأولاني مين كده؟ مين القوس الأولاني؟ 5 إكس زائد 2 في 5 إكس ناقص 2. ماشي؟ تمام؟ تمام. طيب تلت إيه تربيع ناقص 3، هاخد التلت عامل إيه؟ مشترك صح؟ هيبقى لك إيه تربيع ناقص 9. أدي التلت أهو. وهفتح قوسين إيه وإيه. 3 في 3، واحدة موجب واحدة إيه؟ سالب. ماشي؟ في أي مشكلة يا جماعة؟ مم. لا. نقولها تاني؟ لا. تمام. زد أس 4 زائد 64، إحنا ما عندناش حاجة بالزائد، يبقى دي هنعمل لها حاجة اسمها الحد الأوسط. تمام؟ لأن ده كمال مربع، الحد الأوسط هيساوي إيه بقى؟ موجب موجب أو 2 سالب. في الجذر الأول في الجذر الأخير. حلو كده، الله ينور عليك. يبقى 2 في جذر الأولاني اللي هو زد تربيع في جذر الأخير اللي هو 8، يبقى تطلع موجب أو سالب 16 زد تربيع. صح؟ طيب أرجع أعمل إيه بقى؟ أرجع أضيفه وأشيله، يبقى زد أس 4 زائد 16 زد تربيع زائد 64 ناقص 16 زد تربيع. وآخد دول كده مع نفسهم. أعمل إيه؟ آخدهم كأنهم مربع إيه؟ مربع كامل. يتفتح قوس واحد بس عليه تربيع. زد تربيع 64 جذرها 8، إشارة الأوسط ناقص 16 زد تربيع. يبقى تحليلتها النهائية زد تربيع زائد 8، 16 تبقى 4 زد، وزد تربيع زائد 8 ناقص 4 زد. ماشي؟ تمام. تمام. طيب نبدأ بقى نخش على ال3 مسائل بتوع الهندسة ونشوف هيتحلوا ازاي. في الشكل المقابل المثلث SRT هو مثلث متساوي الأضلاع. لما يقول لك ده مثلث متساوي الأضلاع، دي أول معلومة مهمة معانا، إن المثلث ده مثلث متساوي الإيه؟ الأضلاع. طب المثلث متساوي الأضلاع يبقى كل زاوية من زوايا كام درجة؟ 60 60. 60 60. يبقى أنا المفروض أفهم إن زاوية S ب60، زاوية R ب60، زاوية T برضه ب60. طيب مم. بالعقل وبالمنطق كده لما يقول لك طوله 12، مين اللي طول ضلعه 12؟ اللي هو المثلث ده وطول ضلعه ايه؟ 12. طيب المثلث كله اساس طوله 12؟ اه لا، الضلع ده كده الاس ار ب 12، الار تي ب 12، يعني ده ب 12 ده ب 12 ده ب 12. طيب جه قال لك ايه بقى؟ قال لك الام ار تساوي الاس ان. الام ار ده كده بيساوي ده.
هل ال 12 كلها ولا حتة من ال 12؟ حتة منين؟ من ال 12 صح كده؟ طيب يعني مم. أنا دلوقتي يا أستاذ بس خد بالكم من الحتت الصغيرة دي. يبقى أنا همسح الكلام ده عشان إيه؟ الحتت اللي أنا عايزها بس هاخدها. تمام؟ نركز بقى مع بعض كده. يبقى آدي دي كده عرفتها إن الزاوية دي كده قياسها كام درجة؟ 60. كده هبدأ ألعب على الحتة دي. طب ده مثلث قائم وفي زاوية 60، يبقى الزاوية اللي باقية دي قياسها كام درجة؟ دي كده هتساوي 30. صح؟ صح كده؟ يبقى أنا هبدأ ألعب على الحتة دي الأول. يبقى بما أن المثلث اس ار تي قائم في ام، المثلث ده قائم في ام. إذا آسف مثلث اس ار تي ده الأول قبل ما أقول قائم، متساوي الأضلاع. ماشي؟ إذا قياس زاوية اس هتساوي 60 درجة. دي أول حاجة. بس أنا لما هروح أشتغل في المثلث ان ام اس القائم في ام، يبقى معنى كده ان قياس زاوية ان اللي هي اس ان ام معايا يا جماعة هتساوي 30 درجة. ده كده يا جماعة في حد عنده أي مشكلة؟ لا يا مستر. جميل. طيب خدوا بالكم بقى من المعلومة اللي أنا هقولها دلوقتي. لما دي 30، يبقى لو فرضا الاس ام دي طولها اكس، يبقى دي طولها كام اكس؟ 2 اكس صح؟ مش دي نصها؟ طول الضلع مقابل الزاوية 30 نص الوتر صح كده؟ إذا الاس ام هتساوي اكس، والاس ان اللي هي بالمناسبة هتساوي الام ار. الاتنين هيبقوا كام اكس؟ 2 اكس. يعني لو دي 2 اكس يبقى دي كمان ايه؟ 2 اكس. ايه اللي خلينا اقول دي 2 اكس ودي 2 اكس؟ عشان هو قال لي في راس السؤال ان الاتنين دول بيساوي ايه؟ بيساووا بعض. معايا؟ لغاية كده في أي مشكلة؟ طيب يبقى كده الاس ار على بعضها كام اكس يا جماعة؟ مم. 3 اكس. حلو. إذا ال 3 اكس هو قال لك بيساوي 18 صح؟ بيساوي 12 على التلاتة، يبقى الاكس الواحدة بكام؟ ب4 ايه؟ سنتي صح؟ يبقى ده كده ب4 سنتي. هو عايز ايه؟ هو عايز الام ان. يا ابن اللذينه، طب ما الام ان ده خدوا بالكم بقى من اللي انا هكتبه. يبقى دي طلعت 12 دي طلعت 4 صح؟ صح ولا لا؟ ودي ضعفها يبقى دي كام؟ 8. اروح بقى استخدم فيثاغورس عشان اجيب الضلع اللي ناقص اللي هو مين؟ مين الضلع اللي ناقص اللي هو ام ان؟ معايا يا جماعه ولا لا؟ مع حضرتك يا مستر. حلو. هعمل ايه؟ جذر. خدوا عشان مسألة صعبة. 8 تربيع ناقص الأربعة تربيع هيطلع طولها 4 جذر 3. ماشي الكلام ولا ايه؟ هي ينفع تطلع بجذر؟ ما هي تطلع 4 جذر 3 عشان ما فيزورش. ما هو انت عندك المثلث ده مثلث قائم. المثلث ده مم. مثلث قائم اللي انا بظلله ده. هذا المثلث هذا المثلث هو مثلث ايه؟ قائم. فانا مضطر استخدم فيه نظرية ايه؟ ايزابوس. تمام. فهمتي؟ مم. طب فهمتوا بقى الأربعة جت منين؟ عشان ده نص ده. طب جت منين الأربعة؟ أنا عارف إنها طولهم كلهم هما الاتنين ب 12. فدي ب 2 إكس يبقى دي 2 إكس برضه. أنا فرضتها. فرضت إن دي ب 2 إكس ودي فرضتها ب 2 إكس. امم ماشي ولا إيه؟ تمام. تمام؟ نقولها تاني طيب؟ ولا خلاص؟ لا. ها؟ تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعديه، وهو سؤال برضه يعني تنح شوية. عايز أعرف قياس زاوية دي. طيب أنا بقول عليه تنح ليه؟ هقول لك دلوقتي بقول عليه تنح ليه. هو طبعا مدينا ده عمودي ودي 30 ودي 50 وبتاع وقصه كده. طيب انا عشان اجيب زاويه دي يا جماعه هعمل ايه؟ حد عنده راي ولا اقول على طول؟ مم.
هي في مثلث EBA هنستخدم فيثاغورس عشان نجيب زاوية A. هتطلع 60. مم. طيب بصوا بقى، هو مش مدينا ان ده قد ده او منطقي، هو مديها لنا مم. سوا. ايه السبب مم. بقى؟ ان انا هوصل دي. ماشي. طيب انا هستفاد ايه بقى ان هوصل ده؟ هستفاد ان ده يعتبر محور تماس، مم. فيخلي الزاوية دي كام؟ 30. تمام. طيب مم. وده هيخليه قد ده. طيب دي كده الباقي من 50 هيبقى ليه كام؟ 20. وهذا المثلث هيكون مثلث متساوي الساقين. أقدر أجيب القاعدة بتاعته. فهمتوا؟ نقولها تاني بالراحة. يبقى أنا هنا يا جماعة، وده بصوا، أنا بحل معاكم المسائل دي ليه؟ عشان عارف إن المسائل دي غريبة وأنتوا أول مرة تشوفوها. صح؟ صح ولا أنا كلامي ايوه. غلط؟ عشان كده ايوه. بحلها معاكم. عايزك تركز كامل تركيزك بقى النهاردة. بأول حاجة هوصل البي بالسي. طيب يبقى ده اسمه عمل. يبقى العمل نصل. تمام. العمل نصل بي سي. يبقى نصل ايه؟ بي سي. لغايه كده في اي مشكله؟ طيب ليه بقى وصلت بي سي؟ عشان يصبح المثلث اي بي سي كده. هقول له كده، بصوا بقى اللي هكتبه في البرهان بتاعي. خلاص هقول له كده بما ان البرهان. ماشي ركزوا بقى، هقول له ايه بقى، بصوا الكلام ها. بما ان البي اي عمودي على الاي سي. بما ان البي اي عمودي على الاي سي. وبما ان الاي منتصف الاي سي، اذا المثلث ده مثلث مستوي الساقين. اللي هو مين بقى مثلث اللي هو اي بي سي؟ ماله؟ متساوي الساقين. طيب دي 30، يبقى اللي جنبها كام؟ 30 صح؟ يبقى انا هنا اذا قياس زاوية اي بي سي هتساوي 30 درجة. تمام. اذا قياس زاوية سي بي دي هتساوي 50 ناقص 30 هتساوي 20 درجة. يبقى أنا كده وصلت إن الزاوية دي قياسها كام درجة؟ 20 إيه؟ اللي هي 50 ناقص 30 تدينا 20. خلاص؟ في أدنى مشكلة؟ لا. تمام. بصوا بقى، إحنا عندنا ده قد ده قد ده. يعني أنا كده يا أستاذ، إذا المثلث بي سي دي أيضا مثلث ماله؟ متساوي الايه؟ الساقين صح؟ اذا قياس زاوية دي يا باشا اللي انت عايزها هتساوي 180 ناقص 20 على الايه؟ على الاتنين، يبقى 160 على الاتنين يبقى 80 درجة. يبقى الزاوية دي اللي انت عايزها دي قياسها كام درجة؟ 80 درجة. ماشي؟ تمام. طيب رقم 6 من الأسئلة يعني سهلة نسبيا. عندنا المسألة متقسمة لجزئين: مثلث قائم وجواه متوسط، وبالإضافة لمثلث فيه تنصيف. يبقى أنا هبدأ البرهان بتاعي بإن أنا أقسم المسألة نصين. هبدأ أنا شغال فين؟ هبدأ بالمثلث القائم اللي هو A B C. ها، القائم في B. في بي. بما أن البي اف اتش متوسط في المثلث، إذا البي اتش بتساوي نص، يساوي نص الاي سي. وممكن نسمي دي رقم ايه؟ رقم واحد. طيب هرجع بقى اقول له انا شغال في المثلث التاني اللي هو اسمه اي دي سي. المثلث ده بما ان مين؟ والله بما ان الاف منتصف الاي دي، وبما ان الاي مالها؟ منتصف
الدي سي. إذا الإي إف بتساوي نص الإي سي، ودي هسميها رقم 2. هرجع أقول له بقى من 1 و2 استنتج إيه بقى؟ إن البي اتش تساوي الإي. ماشي، سنة ثانية سنة ثانية. تمام مستر، بس دي كانت عندنا في الواجب. في شبهها صح؟ امم. ماشي، انا عارف يا رؤى، بس انا النموذج ده مطابق لمواصفات النموذج اللي هيجيلكوا في نص السنه، يعني هيجيلكوا في نص السنه كده. فعشان كده انا بحل تمام. معاكم بالتفصيل، التفصيل يعني. كتاب مم. الاضواء للامانه هو اكتر كتب واقعيه في الامتحانات بصراحه. يعني كتاب المعاصر شاتت شويه. طيب يلا بينا تمام. النموذج الثاني. بيقول لك اي الاعداد التاليه عدد غير نسبي يقع بين الاثنين والثلاثه. مين في دول ما بين الاثنين والثلاثه؟ غير نسبي. طبعا بدور على جذر. طيب الأولاني نسبي، وباء نسبي، وجيم على فكرة نسبي. العدد غير نسبي اللي يقع بينهم هو جذر التكعيب التسع. خلاص يبقى ده جذر التكعيب التسع، هو ده العدد الغير إيه؟ نسبي الذي سيقع بين مين الاثنين والإيه والتالت. طيب مسار. قول يا محمد. وازاي جيم نسبي؟ إزاي جيم نسبي؟ حطها على الآن هتطلع معاك 2.5. تمام. ماشي. طيب 2 جذر 3 أس كام تساوي 12، هتبقى أس 2. روح اعملها على الآلة، اكتب كده 2 جذر 3 في كل تربيع، شوفها بكام هتطلع. السؤال اللي بعد كده وده سؤال برضو سهل. إكس واي زائد 5 إكس زائد 7 واي زائد 35. طيب يعني الموضوع ببساطة شديدة إن أنا بعمل حاجة اسمها تحليل بالتقسيم. لما أعمل تحليل بالتقسيم وأحلل هيطلع لنا الإكس زائد 5 واي زائد 5. خلاص هيطلع لنا واي زائد 5 و آه، واي زائد 5 وإكس زائد 7. خلاص. طيب كده أنا معايا الإيه ومعايا البي، فسبعة ناقص الخمسة تطلع لنا البي. ماشي يا جماعة؟ فيها أي مشكلة كده؟ تمام مستر. تمام. إذا كانت دي كثيرة حدود فمربع كامل، عايز أعرف الكي موجب أو سالب في الجذر الأول في الجذر الأخير. 3 في 7 ب21 في 2 ب42. اللي بعدها برضو نفس الفكرة بتاعت رقم 3، هعملها تحليل بالتقسيم. نفس الفكرة بالظبط، نفس الفكرة تطلع معايا. لو أنت مش عارفها حللها. أنا عن نفسي أهو هاخد الإكس تربيع زائد ال3 إكس في قوس. ماشي. ثواني. إكس تربيع زائد 3 إكس في قوس، والزائد 14 زائد 14 إكس طبعا زائد 12 زائد 42 في قوس. طبعا هنا هاخد الإكس عامل مشترك يبقى إكس زائد 3. هنا آخد كام؟ آخد ال 14 كلها. آخد ال 14 كلها يبقى إكس زائد 3. يبقى إكس زائد 3 متكررة، يبقى لك إكس زائد 14. يبقى الإكس يا إما 3، يبقى طبعا هنا بالمقارنة يبقى الإكس ب3 ودي ب14، مجموعهم يدينا كام؟ 17. ماشي؟ طيب بالشكل المقابل، طبعا احنا عارفين إن الإي دي هتبقى نص الN ناقص 5 صح؟ أو الN تربيع ناقص الخمسة، N تربيع ناقص الخمسة تساوي ضعف الرقم ده، يبقى هتساوي 4N. خلاص. هدخل دي بعكس الإيه؟ الإشارة. يبقى N تربيع ناقص 4N زائد ناقص 5 بيساوي 0. حلل. يبقى N وN، 5 1 في 5 سالب وموجب، يبقى الN يا إما ب5 يا إما بسالب 1. طبعا هو هتطلع ب5، مش مينفعش تطلع معانا بسالب 1.
يبقى اختار سالب او اختار 5. ماشي يا جماعة لغاية كده ماشيين معايا ولا لأ؟ تمام. تمام يا رقم مستر. 7. رقم 7 المفروض إن ده لو 4 يبقى ده ب8 صح؟ يبقى أنا أقول كده 5 إكس ناقص 2 تساوي 8. يبقى 5 إكس تساوي 10. عند 2 يبقى الإكس 2 وعايز قيمة الإكس أروح أختار 2. طيب عدد أضلاع المضلع الذي إحدى ذوات داخلة 144 هيطلع 10 أضلاع. كان ليها قانون يا جماعة إن 360 على 180 ناقص الدخل. ماشي اللي هي 144. طيب مجموع الإكس في الإم ب 800 مجموع الإف ب 50 يبقى أنا هقسم إيه؟ 800 على ال 50. 800 على ال 50 أطلع إيه؟ ناتج يطلع 16 تقريبا يعني 16. ماشي يعني متهيألي ده برضه ما فيهوش حاجة يعني. مم. تمام؟ تمام. تمام. هنحل برضه شوية اختر تانيين يلا. اكس وواي هما عمودان صحيحيان متتاليان ينحصر بينهما جذر 57. فما قيمة اكس وواي؟ يعني عايز عددين ورا بعض ما بينهم جذر 57. طيب ايه هو عدد اللي ليه جذر بعد ال57؟ هو 64. يبقى ال 64 هو ده العدد اللي بعد ال 57 وله جذره 8. واللي قبليه جذر 49 وده قبليه وده 7. هيبقى مجموعهم كام؟ 15. ماشي؟ طيب جذر اكس جذر 2 أس اكس ناقص 1 بيساوي جذر 3. فما قيمة جذر؟ طيب السؤال ده سؤال جميل جدا جدا جدا. هفصل ده عن ده. هفصل ده عن ده. افصلهم يا باشا. طلع ده يتفصل كده هفصله. ماشي يبقى جذر. بصوا لي انا هكتبها ازاي ها. جذر 2 أس اكس على. ليه عملتها على بقى؟ ليه؟ عشان خاطر ده طرح وانت في حالة الطرح بإيه؟ بحالة القسمة بتطرح الإيه؟ الأسس. عشان كده عملتها على 1. طيب بتساوي مين؟ بتساوي جذر 3. أعمل مقص. يبقى جذر 2 في جذر 3 يبقى جذر 6. يبقى جذر 2 أس إكس تساوي جذر 6. يبقى أروح أختارها من الاختيارات جذر 6. ماشي يا جماعة ولا إيه؟ طيب مستر ممكن تعيد تاني؟ ده تاني حاضر. جذر اكس ناقص جذر 2 أس اكس ناقص 1 هيها يا عبد الرحمن جذر اكس على جذر 2 أس 1. جذر 2 أس اكس على جذر 2 أس 1 في حالة القسمة بتطرح الإيه؟ الأسس. طب أنا عايز جذر 2 أس اكس هعمل إيه؟ مقص. يبقى جذر 3 في جذر 2 تدينا جذر 6. وبالتالي اللي هو عايزه يطلع الإجابة جذر إيه؟ 6. خلاص؟ تمام يا مستر. طيب ما العدد الذي يمكن أن نضيفه لده عشان تكون قابلة للتحليل؟ طبعا أنا عايز عددين يكون مجموعهم كام؟ مجموعهم 8. طبعا الخمسة 1 في 5. لو أنا ضفت لها 1 أنا هجرب. لو أنا ضفت لها 1 هتبقى إيه؟ هتبقى 6. لو أنا ضفت لها 1 هتبقى 6. طب هل ال6 كام في كام؟ 2 في 3 مجموعهم 8 برضو؟ لا. طب لو أنا ضفت لهم 2 هتبقى 7. 7 دي 1 في 7 ومجموعها 8. يبقى العدد اللي هينضاف هو كام؟ هو 2. خلاص؟ طيب إذا كانت دي كثيرة الحدود فمربع كامل فما قيمة الكي موجب أو سالب 2 في الجذر الأول في الجذر الأخير يبقى موجب أو سالب 4. طيب نيجي للسؤال اللي بعديه وهو سؤال شرس. ده سؤال شرس شوية. عايز أحلل هذا المقدار. المقدار ده هيتحلل إزاي بقى؟ بص بقى يا صديقي. أولا هاخد الإكس تكعيب. يبقى إحنا يا جماعة حللنا إكس تكعيب زائد الخمسة إكس تربيع خدتهم مع بعض وناقص 4 إكس ناقص 20 خدتهم مع بعض. هرجع آخد الإكس زائد الخمسة وهرجع آخد الإكس زائد الخمسة عامل مشترك. هحلل إكس تربيع ناقص الأربعة فيطلع الإيه يا إما ب5 يا إما ب2 يا إما بسالب إيه؟ 2. طيب
مش شكل مقابل، عايز طول اي اف. طبعا طول اي اف هتساوي طول البي سي، هتساوي 5 اكس ناقص 2. بس التركة مش هنا، التركة ان انا هساوي مين بمين؟ هساوي ده بده الاول. تمام، ده اول حاجة لازم أنا اعملها. طيب يبقى انا هاخد مين يا استاذ؟ هاخد ال 3 اكس زائد الأربعة أساويها ب10. أودي الأربعة بعكس الإيه؟ الإشارة، يبقى 3 إكس هتساوي 10 ناقص الأربعة، يبقى 3 إكس هتساوي 6 على التلاتة، يبقى الإكس بتساوي. طب أنا كده عرفت قيمة الإكس صح؟ أعوض بيها بقى هنا، يبقى 5 في 2 ناقص 2، يعني 10 ناقص 2 هنا 8، يبقى ده يطلع طوله 8 إيه صح. تمام؟ طيب، عدد أقطار الثماني كان ليها قانون، فاكرينه؟ ها ان في ان ناقص ان 3. ان في ان ناقص 3 على ان. حلو، يبقى 8 في 5 على 2 يطلع لنا 20. ماشي. طيب، سين رقم 8، يلا بينا. بالعقل وبالمنطق كده نشغل دماغنا. عندنا ده نص ده، وعندنا ده نص ده، صح كده؟ يبقى انا هقول مين بقى؟ الاكس اكس ناقص ناقص 2 هتساوي هتساوي 12 ضعفها، 12. يبقى الاكس هتساوي 18. فالواي زائد الواحد هيساوي 12، يبقى الواي هيساوي 11 ولا 12 ناقص. هو عايز بقى اكس ناقص واي، يبقى 18 ناقص 11 تدينا 7. تمام. الاكس في الاف ب 2800 والوسط طلع ب 70، فهقسم ده على ده يطلع لنا 40، يبقى 400. 40 عشان اعرف اجيب مجموع الاختيار. تمام. امم طيب، تيجي يلا تمام. نحل بقى الاسئله المقاليه ديت. تعبتوا ولا ايه؟ تعبتوا. لا يا مستر. طب يلا بينا. هنعمل ايه بقى؟ نعمل ادي خط خط. ايه؟ ادي خط الاعداد، هنرتب عليه الاعداد من الشمال لليمين من الصغير للكبير. يبقى -1، 3، 5، 7. -1 مفتوحة والخمسة مقفولة. بعد كده 3 مفتوحة والخمسة 7 مفتوحة. عايز التقاطع، يبقى ايه؟ تقاطع بي هتدينا الفترة من 3 ل5 مفتوحة مقفولة. عايز الاتحاد، يبقى من -1 ل7 مفتوحين. عايز الايه فرق بي، يبقى طبعا دي الايه ودي البي، يبقى الفترة من -1 لغاية التلاتة. 1 ل3. بس هقفل التلاتة. ماشي يا جماعة؟ طيب، حل المعادي تحليلا تاما، يلا بيكا. هعمل ايه؟ أول واحدة تحليل نعم. بالمقص، صح؟ ايوه. ها. 6 اكس واكس. مم. يبقى 6 إكس هتخليها كام وكام يا عبد الرحمن؟ 6 إكس وإكس ولا خليها 2 في 3؟ خليها 2 إكس و3 إكس. تمام. والتلاتة واي هخليها 3 واي و1 واي. ماشي، أنا عايز فرقهم يطلع إيه؟ فرقهم يطلع 7 ها؟ فدي كده لما أضرب 3 في 3 تطلع 9 إكس واي، ودي هتطلع 2 إكس واي، لما تطرحهم يدينا فعلا 7 إكس إيه؟ واي. مين الكبير بقى؟ التسعة، يبقى دي اللي موجب ودي اللي سالب، يبقى القوسين بتوعنا 2 إكس زائد 3 واي و3 إكس ناقص واي. ماشي. اللي بعد كده هاخد ال5 إكس، هاخدها عامل إيه؟ مشترك. يبقى لك 4 إكس تربيع ناقص 9، يبقى 5 إكس، وحلل 2 إكس ناقص 3 و2 إكس 2 زائد. اكس زائد 3. طيب، اللي بعد كده هحللها بالتقسيم، هاخد ال إكس
مع الام مع اكس، ال واي. والال واي مع الام واي. هنا في اول قوس يا جماعه هناخد الاكس عامل مشترك، يبقى لك ال زائد ام، وهنا هناخد الواي عامل مشترك ال زائد ام، يبقى التحليله بتاعتك اكس زائد واي وال زائد ام. ماشي يا ولاد؟ طيب تمام. اوجد مجموعه حل المعادله الاتيه. اول حاجه هفكر فيها ايه؟ دخل دخل السبعه السبعة جوه. جوه. حلو. يبقى دي هتبقى ايه؟ مم. اكس تربيع زائد 6 اكس ناقص 7 حلو. هيساوي صفر. حلل بقى. اكس واكس، اكس و اكس. 7 واحد موجب وسالب، يبقى إكس ناقص واحد يساوي صفر، يبقى إكس هتساوي واحد، إكس زائد 7 هتساوي صفر، يبقى إكس بتساوي -7، يبقى ميم ح هتساوي إيه يا إيه؟ يا -7 يا موجب واحد. 7 يا 1. طيب اللي بعدها بص بقى، قطعها يا باشا، قطع، قطع تمشي معاك. يبقى هعمل شرطة كسر. ماشي. 2 أس إن أس 2 إن في 2 أس واحد في 3 أس 2 إن في 3 أس واحد على الستة. هقطعها 2 فين؟ في 3، هنا 2 إن وهنا 2. طبعا أنا هنا يا جماعة بلاحظ إيه بقى؟ بلاحظ إن أنا عندي متشابهات أهي وأهي، صح؟ وعندي كمان ده بيشابه ده، صح؟ فكده هيطيروا مع السلامة. كده اتبقى لنا إيه في الآخر؟ 2 في 3 بإيه؟ ب6. خلاص؟ فده راح مع ده وده راح مع ده، طلع لنا 6. مع بعض يلا، بسم الله الرحمن الرحيم. في الشكل المقابل احسب محيط المثلث بي اي اف. طب ايه هو المعطيات اللي معانا؟ اولا اول معطى ان انا عندي ده عمودي، تمام؟ فانا عندي ده يا استاذ عمودي اهوت. مش بس كده، كمان انا عندي ده اطوال اضلاع، يعني انا عندي فرصه مثاليه ان انا اقدر ان انا احل في فيثاغورس، صح؟ طيب فيثاغورس يا باشا قال لنا ايه؟ فيثاغورس قال لنا لو انت عايز تجيب الوتر، ربع ربع واجمع هات الجذر. يبقى انت بدايه الحل بتاعنا هيبتدي من هنا. اول حاجه هبدا اقول بص بقى كده، أنا هشتغل في المثلث A B C الاول القائم في B، هروح اجيب منه الاي سي. الاي سي ده وتر، ربع ربع واجمع، يبقى 24 تربيع زائد 18 تربيع هيطلع 30 سم. يبقى انا كده معايا الاي سي ده ب 30. يبقى انا اتعاملت مع انهي مثلث؟ مع المثلث اللي هو اي بي سي، وهذا المثلث هو مثلث قائم، تمام؟ قائم. فده طوله مم. 30 سم، يبقى انا قدرت اجيب ده طوله ايه؟ 30. طيب ما دام ستار طوله 30، يبقى والبي اي، خدوا بالكم البي اي متوسط. متوسط في اه المثلث في ABC. المثلث، يبقى البي اي هيبقى طولها 15 سم. يبقى انا كده قدرت أفضل. اوصل ان ده طوله 15 سم، وكده انا جبت له اول حرف على فكره. وبالمناسبه هو عايزك تحسب له محيط هذا الشكل الاخضر، عايزين نحسبه مم. محيط. طيب كده انا حسبت اول ضلع من اضلاعه طلع 15. طيب قبل ما يلا نحسب برضو نفس الفكره، بس هحسبه مع المثلث بقى الكبير خالص. هبدا اشتغل على اساس المثلث الكبير بقى خالص، ده أيضا مثلث قائم الكبير. فأنا عندي في المثلث ABD، وهذا المثلث أيضا هو مثلث قائم في B. عايز أجيب ال AD هجيبها عن طريق فيثاغورس، ربع ربع واجمع هات الجذر، 24 تربيع زائد، خدوا بالكم الضلع ده على بعضه ب 32، يبقى زائد 32 تربيع هيطلع 40، يبقى ده كله هيطلع طوله 40. طيب هنا بقى السؤال، هل البي اف ده متوسط؟ فانا محتاج اثبته الاول. طب هتثبته ازاي؟ انا عندي الاي منتصف، بما ان الاي مالها منتصف الاي سي، والاي اف توازي الاي دي، الاي اف توازي السي دي، اسف. يبقى انا عندنا هنا في توازي، لو ينصف ويوازي يبقى بايه؟ بينصف، يبقى الاف اصبحت ايه؟ منتصف الاي دي، وبالتالي البي اف يعتبر متوسط.
وبالتالي مم. F يعتبر نص ال A دي. ال A دي نص ال 40 20، يبقى ده يطلع طوله 20. يبقى أنا هنا ما رحتش قلت له F منتصف على طول، ثبت له الأول إن هو إيه؟ إن هو منتصف عن طريق التوازي من الاتنين دول. طيب القطعة الواصلة بين المنتصفين بقى تعمل إيه؟ توازي الضلع التالت وتساوي نصه. نصه يعني نص ال 14 كام؟ 7. يبقى ال EF هتساوي 7، وبالتالي المحيط اللي انت عايزه هتجمع السبعة مع العشرين مع الخمستاشر، يطلع معانا زي ما يطلع 42. من السؤال ده حلينه مع بعض قبل كده لو انتم متذكرين، في كتاب المدرسة لما خدنا درس المتوسطات كنا حلينه مع بعض قبل كده. طيب وصلنا لغاية السؤال رقم مم. 5، وبرضه السؤال ده فيه اجتهادات شوية، فخلينا مع بعض كده هنجتهد مع بعض ازاي. يلا بينا واحدة واحدة. أول حاجة عندنا أولاد، ده مثلث متساوي الأضلاع. هو لما يقول لك إن أنت بتتعامل مع مثلث متساوي الأضلاع، ما تخليش الموضوع يعبر يعني يعدي معاك كده مرور الكرام. ليه يا أستاذ؟ يعني لأن بمنتهى البساطة يا جماعة، لما يكون ده مثلث متساوي الأضلاع يبقى الزاوية دي قياسها كام درجة؟ 60، ودي 60. كمان قياسها 60، ودي كمان قياسها 60، وهوبا بقى دبل كيك دي يا باشا قائمة و60، يبقى الزاوية دي قياسها كام درجة؟ 30. 30. 30. شوف بقى الجمال، يعني انت شوف كلمة واحدة بتمشي الدنيا. طب دي طولها كام؟ دي طولها 6. طب ما احنا خدنا ان الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، يبقى ده طوله 3 صح؟ طب ما مم. يروح على المثلث القائم التاني، ده 30 برضه ودي طولها اكس، يبقى الضلع ده ضعفه يبقى 2 اكس. كل ده من كلمة مثلث متساوي الأضلاع. يبقى البرهان بتاعنا هنقوله بما أن المثلث متساوي الأضلاع. تبدأ بقى تكتب كده بقى الكلام ده. بما أن المثلث ABC ماله متساوي الإيه؟ الأضلاع، إذا قياس زاوية B هتساوي قياس زاوية C، الاتنين هتساوي 60 درجة. وتبدأ تقول له أنا هشتغل في المثلث EDB القائم في دي قياس زاوية بي إي دي هتساوي 30 درجة. إذا البي دي هتساوي نص البي إي، هتساوي 3 سم. شوف كل اللي إحنا إيه قلناه أو حكيناه مع بعض بنكتبه بقى. بعد كده هقول له أنا شغال فين؟ في المثلث التاني اللي هو اسمه دي اف سي القائم في اف. نفس الفكرة برضو يروها، هقول له بما أن زاوية اف دي سي هتساوي 30 درجة، إذا الدي سي هتساوي ضعف الاف سي هتساوي 2 اكس. طيب يا مستر كده ركز بقى، ده مثلث متساوي الأطلاع، يعني الضلع ده قد الضلع ده قد الضلع ده. طيب هنا بقى في حاجة، الضلع ده قد الضلع ده. طيب ده بكام وده بكام؟ بصوا بقى، مبدئيا احنا عندنا ده الحته دي ب3 والحته دي ب2 اكس، يبقى الضلع ده على بعضه 3 زائد 2 اكس. طيب الحته دي ب5 والحته دي باكس، يبقى الضلع ده على بعضه 5 زائد اكس، كلها على بعضها. هنساويهم ببعض، يبقى 3 زائد 2 اكس تساوي 3 زائد 2 اكس زائد اكس 3 زائد 2 اكس هتساوي 5 زائد اكس. تمام؟ الحتة دي فيها مشكلة ولا أعيدها تاني؟ لا بس تمام. يبقى ده قد ده. بس. طيب هجيب الإكسات في ناحية والأرقام في ناحية، يبقى 2 إكس ناقص إكس هتساوي 5 ناقص 3، يبقى الإكس هتساوي 2. يبقى أنا كده عرفت قيمة الإيه؟ الإكس وحليتها كمان بالبرهان. تمام؟ طيب تمام. نروح على السؤال اللي بعديه. في الشكل المقابل عايزين CAE، يعني عايزين الزاوية دي. طيب مبدئيا أنت لازم يكون عندك معلومة إن قياس الزاوية الخارجة عن المثلث دي زاوية خارجة طبعا. الزاوية دي مم. قياسها بيساوي مجموع الزاويتين الداخلتين ما عدا المجاورة لها صح؟ يبقى الزاوية دي قياسها كام درجة؟ 50. يبقى أنا 50. هقول بما أن زاوية سي دي اي مالها هذه الزاوية خارجة عن المثلث سي دي بي، إذا قياسها سي دي اي خلاص هتساوي 50 درجة اللي هي 30 زائد
20 هتساوي 5. طيب هنا بقى السؤال، وخدوا بالكم الحتة دي اتكررت معانا أكتر من مرة. لما ألاقي ده مم. عمود وينصف، يبقى أنت يا باشا ده يعتبر محور تماثل. وده يعتبر محور إيه؟ تماثل. يعني أنت بتتعامل مع مثلث نوعه إيه؟ متساوي الساقين. يعني الزاوية دي قياسها 50، يبقى دي كمان قياسها كام؟ 50. طب يبقى الزاوية اللي أنت عايزها والله هي كلها تساوي 180 ناقص 50 زائد 50. تمام يا جماعة؟ هتساوي 180 ناقص 100 تساوي 80. يبقى الحتة اللي أنت عايزها دي قياسها كام؟ 40. تمام؟ تاني، يبقى الحتة دي أول ما بلاقي يا جماعة الحتة دي بتتكرر على طول، ها؟ لما ألاقي عمودي خلاص وألاقيه بينصف، يبقى أنا شغال في مثلث نوعه إيه؟ متساوي الساقين. يبقى الزاوية اللي تحت دي قياسها 50، يبقى اللي فوق قياسها 50. طب أنا عايز أجيب نص الراس. نص الراس بجيب الراس طلعت 80، نصها كام؟ نصها 40. ماشي؟ فيها أي؟ مستر، قول يا رو. هو ينفع زاوية ADC أجيبها بما إنها إن هي زاوية مستقيمة، قطعة مستقيمة؟ ممكن برضه، ممكن أجيب إزاي؟ أنت قصدك أجيب دي الأول، أجمعهم وأنقصهم من 180 تطلع معايا 130 درجة، فيبقى المستقيمة بتاعتها اللي جنبها أطرحها من 180. ماشي، مفيش مشكلة. تمام. بدأت كده، في أي مشكلة سنة تانية؟ لا. طيب ارسم المنحنى التكراري متجمع الصاعد وقدر منه الوسيط. طيب انا هنا عشان ارسم متجمع صاعد لازم أنا اعمل جدول. الجدول ده فيه التكرار الصاعد، وبرسم على ورقة الرسم دي البياني بهذا النمط. طيب نبدأ مع بعض الأول بالمجموعات. نقول المجموعات الصاعدة، وده التكرار الصاعد. تمام. طيب المجموعات الصاعدة بادئة بتلاتة، يبقى أقل من 3، أقل من 6، أقل من 9، أقل من 12، أقل من 15، أقل من 18، وقلنا نزود واحدة من عندنا 21. كده كده تكرار صاعد بيبدأ من صفر. أجمع بقى، صفر زائد 3 3، 3 زائد 6 9، 9 زائد 8 17، 17 زائد 7 24، 24 زائد 5 29، زائد 1 تدينا كام؟ تدينا المجموع 30. يبقى أنا شغال صح. خلاص؟ دي فيها أي مشكلة يا جماعة؟ طيب بعد كده لا ببدأ يا لا. مستر. أعمل إيه؟ ببدأ أحط هنا ده المجموعات، أحط هنا مجموعة 3 6 9 عندنا 12، بعد ال 12 15، بعد ال 15 عندنا 18، وأخيرا 21. طبعا أنا هنا عندي صفر 3 9، كل مرة بزود 3، فممكن أعملها كده. ممكن أعملها هنا 3 6، بس عشان أوصل لل 30 هتبقى بعيدة. يعني 3 6 9 12 بعيدة أوي. فأنت ممكن تسهلها على نفسك إزاي؟ أعملها 5 10 15 20 25، وأخيرا 3. تمام؟ طيب أقل من 3 كانت صفر هنا، صح؟ طيب بعد كده 9، 9 دي بقى تحت ال10 على طول، يعني شوف تحت ال10 وارسم. طيب بعد ال9 17 فوق ال15، بعد ال15 في 17 فأهي. ويبقى آسف، تحت في بعد ما عملنا 17 24، 24 تحت ال 25. بعد كده عندنا 29 تحتها. أنا سبت واحدة، صفر صفر. في تلاتة، في تلاتة الأول. يبقى صفر 3، 3 دي تحت الخمسة على طول. بعديها في 9، بعد التسعة في 17، بعد ال17 في 24، بعد ال24 في 29، وأخيرا 30. بلاقي الخط بتاعي بالمنظر ده. طيب كنا بنعمل حاجة اسمها ترتيب الإيه؟ ترتيب الوسيط، صح؟ ترتيب الوسيط تمسك المجموع اللي هو 30 نقسمه على الاتنين فيها ال 15. الاثنين. حلو. هتيجي بقى اعمل ايه بقى يا برنس؟ تيجي هنا عند ال 15 وماشي كده كده كده، قطعت هنا.
تنزل بقى بيها عدل هنا 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 هنا، فتقريبا الوسيط هيبقى ما بين ال 12 وال 15. طب رقمين ما بين ال 12 وال 15 عندك تنفع كام؟ تنفع أي رقم 4. 13 و14. يبقى الوسيط تقريبا 3. ده الإيه؟ ده الوسيط. ماشي؟ تمام. تمام. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده، سؤال فترات اتهرس في 100 فيلم أجنبي قبل كده. هنعيده تالت ورابع مرة عادي جدا على قلبنا زي العسل. المهم إن أنت إيه، نقفله إن شاء الله. أدي خط الأعداد. هنرتب الأعداد من الشمال لليمين، من الصغير للكبير. -2، بعد كده في 1، بعد كده في سالب ما لا نهاية، يبقى سالب ما لا نهاية الأول، -2، 1، وأخيرا 2. الفترة الأولانية من 1 لسالب ما لا نهاية مقفولة. طيب الفترة اللي بعد كده من -2 مفتوحة رايحة ل2 مقفولة. دي الايه ودي البي. طيب عايز ايه؟ عايز الاتحاد، يبقى من سالب ما لا نهاية لغاية الاتنين. تمام. طيب عايز التقاطع، يبقى من -2 لغاية 1. البي فرق ايه؟ بي فرق ايه؟ موجود في مش موجود في ايه؟ يبقى 1 و2 مفتوحة مقفولة. خلاص. طيب هنروح على السؤال رقم 2، وعايزين نشد حيلنا شوية. 2 أس إكس بتساوي 5. عايز 2 أس إكس زائد 1. طيب احنا قلنا حاجة زي كده انه جه مقطع، يبقى دي كأنها 2 أس إكس في 2 أس 1. 2 أس إكس دي ب5 في 2 تدينا 10. سهلة؟ طيب اللي بعدها 2 أس إكس 1 ناقص إكس 10. ايوه. يبقى خليها 2 أس 1، بس دي ناقص. ناقص يبقى كانت أصلها على، يبقى دي 2 على 5، يبقى الإجابة إن هي 2 على 5. طب اللي بعدها قطع يا باشا، قطع يا باشا، قطع. يبقى 2 أس إكس في 2 أس 2 زائد 2 أس إكس في 2 أس 3. طب 2 أس إكس ب5، 2 أس 2 ب4، دي ب5، دي ب8. يبقى 20 زائد 40 تدينا 60. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال حل المعياري تحليلا تاما. هعمل إيه؟ دي مقص. يلا. يبقى 3 إكس وإكس. ال15 هخليها 3 في 5، بس هخليها 5 في 3 عشان ما احطش التلاتة جنب التلاتة. انا عايز مجموعهم يطلع 14. طب ما هنا دي هتدينا 9 ودي هتدينا 5، مجموعهم 14 فعلا اهو. يبقى القوسين بتوعنا 3 اكس زائد 5، والقوس التاني اكس زائد 3. ماشي يا جماعة؟ طيب اللي بعدها هنعمل لها ترتيب ماشي لان يا مستر. مقدار مربع كامل. اعمل لها ترتيب يلا ها. يبقى اكس ايه؟ اكس تربيع 25 اكس تربيع ناقص 60 اكس 25 اكس تربيع زائد 36. زائد 36. هذا المقدار مربع كامل، جذر الأول جذر الأخير إشارة الأخير. طيب رقم ج ده تحليل بالتقسيم. طب التحليل بالتقسيم هناخد مين؟ ناخد ال 11 إكس مثلا، 11 إكس تكعيب مع 6 إكس تربيع زائد -11 إكس ناقص 6. هنا هناخد الإكس تربيع عامل مشترك، هيبقى لك 11 إكس زائد 1. وهنا هناخد السالب عامل مشترك، ناخد سالب عامل مشترك هيبقى لك 11 اكس زائد 1 برضو. طب ما هو كده مش هيطلع في حاجة متشابهة. زائد 6. انا ناقل غلط، دي زائد 6 صح. يبقى 11 اكس زائد 6. يعني هناخد بقى 11 اكس زائد 6 تاني عامل مشترك، هيبقى لك اكس تربيع ناقص 1. لأن أنت خدت القوس ده عامل إيه؟ خدت القوس ده عامل مشترك. واكس 11 اكس ناقص 6، 11 اكس ناقص 6. الاكس بقى ناقص 1 دي تتحلل تاني يا جماعه. يبقى 11 اكس زائد 6، تتفتح بقى قوسين اكس ناقص 1 واكس زائد 1. ماشي يا سنه ثانيه. تمام. تعالى تمام. نشوف السؤال اللي بعد كده.
إكس تربيع ناقص 2 إكس ناقص 4. هودي الأربعة الناحية التانية بعكس الإشارة. طب ليه بدأت إن أنا أودي الأربعة الناحية التانية بعكس الإشارة؟ السبب بسيط جدا. لأنك أنت ما عندكش عددين ضربهم 4 وفرقهم باتنين. يعني أنا لو حبيت أعمل تحليل، لو أنا حبيت أعمل إيه؟ تحليل، فأنا ما عنديش يعني إيه؟ مستر، اتفضل. اتفضل سامعك. انا مصر خدت السالب عامل مشترك. من أنهي؟ من ثانيا؟ الو مستر، أيوه سامعك سامعك. سامعني؟ انا خدت السالب عامل مشترك. مش هينفع. ايوه يا مستر، سامح حضرتك. مش هينفع ناخد السابع من المشترك لأن مفيش عددين ضربهم 4 وفرقهم 2. ماشي؟ طيب دي هتتعمل إزاي بقى؟ أول حاجة ال تمام. هودي الأربعة الناحية التانية بعكس الإشارة. بقت إكس تربيع ناقص 2 إكس تساوي 4. تمام لغاية كده؟ وبعدين هنضيف على الجنب الأيمن ده هنضيف لها 1، والجنب الأيسر ده هنضيف لها 1. طب ليه ضفت هنا 1 وليه هنا ضفت 1؟ سبب بسيط جدا. لان انا يا جماعه حاجه على المقام، حاجه على الشكل اللي على الشمال ده كله مربع كامل. انا عايزه يطلع مربع كامل، فانا حسبت الحد الثالث. فاكرين الحد الثالث بيتحسب ازاي؟ الاوسط على أس 2 على 2 في جذر الأول. الكل تربيع. فالاوسط 2 اكس على 2 في جذر الاول اللي هو اكس الكل تربيع طلع بواحد. فانا ضفته هنا وضفته هنا. لغايه كده في اي مشكله؟ اصبح هذا المقدار مقدار ايه؟ مربع كامل، مش كده؟ يبقى هيتفتح قوس واحد بس عليه تربيع. جذر الأول إكس، جذر الأخير واحد بشرط الأوسط. طيب ده هيساوي كام؟ 4 1 كام؟ 5. أقول له بأخذ الجذر التربيعي. ماشي؟ طب لما آخد الجذر التربيعي بقى إكس ناقص واحد الكل تربيع. خلاص التربيع راحت، بس الخمسة بقت موجب أو سالب جذر 5. هقسم ورقته نصين. مرة هودي الواحد هنا يبقى إكس ناقص الواحد بتساوي جذر 5، أو إكس ناقص واحد تساوي سالب جذر 5. هودي الواحد هنا وهودي الواحد هنا، يبقى الإكس مرة هتساوي جذر 5 زائد واحد، أو إكس هتساوي سالب جذر 5 زائد واحد. يبقى ميم ح مجموعة الحل يا إما جذر 5 زائد واحد، يا إما سالب جذر 5 زائد واحد. مسألة أنا عارفها، مسألة تنحل. دي مسألة تنحل وما اكدبش عليك، يعني هي مش هتيجي في الامتحان قد كده. بس عشان أنا عارف ان انا معايا ناس من محافظات زي الدقهلية وكده والواد الجديد، فانا عارف ان هم ممكن ايه، الغزالة تلعب في دماغتهم ويقول لك يا عم طب ما اجيبها للطلب. طب وعلى ايه؟ انا نحمي نفسنا ونعرفوها وخلاص. ماشي؟ في حد لا قدر الله عنده اي مشكلة فيها؟ لا يا لا يا مستر. مستر تمام. طيب سؤال رقم 4. برهن ان A B توازي C D. طيب هي فكرة السؤال كلها يا جماعة ان انا هطابق المثلثين دول. هذا المثلث هطبقه مع المثلث الاثنين. طب هل شروط التطابق متحققة؟ اه شروط التطابق متحققة. طب ايه اللي يخلي شروط التطابق متحققة؟ تعالى نعد مع بعض كده. مبدئيا عندنا ده قد ده، ده كمان قد ده، ومعايا مثلث قائم بيساوي مثلث قائم. صح؟ يبقى انا في البرهان هنكتبه ايه؟ بما ان ايه؟ المثلث الاولاني اسمه ايه؟ ها؟ A F E. اصلا المثلث التاني اسمه ايه؟ خد بالكم ان A بتناظر C. ها؟ يبقى سي اي دي. يبقى الرأس دي تناظر الرأس دي. خدوا بالكم ها. طيب في هنا، وابدأ بقى اكتب بقى شروط التطابق. عندنا أول حاجة زاوية اي هتساوي زاوية اف هتساوي 90. تاني حاجة الاي اف تساوي الاي سي. تالت حاجة الاي بي هتساوي الدي سي. إذا المثلث الأول ماشي يطابق المثلث التاني. طب انا هستفاد ايه بقى من التطابق؟ هستفاد حاجتين اساسيه.
أول حاجة هستفيدها إن الزاويتين اللي أنا عملت عليهم بالأزرق دول قد بعض. يعني إيه؟ يعني زاوية ABF هتساوي زاوية EDC. طب هتستفاد إيه؟ أصل دول يا باشا زاويتان في وضع تبادل، وهما في وضع إيه؟ تبادل، هما الاتنين من حرف الزد. يبقى أنا معنى كلامي إن ال AB توازي ال EC. ماشي يا أولاد؟ يبقى هما الاتنين في وضع إيه؟ تبادل، يبقى ده بيوازي ده. طب المطلوب التاني، انا دلوقتي ده قد ده خلاص. الاي الاف بي هتساوي الاي دي. لما اضيف لهم الحته اللي في النص دي هيبقى ده قد ده، يبقى وباضافه الاف اي. اذا البي اي كلها تساوي الاف. في اي مشكله يا جماعه في الحته ديت؟ مم. لا تمام. كله تمام يا جماعه؟ اللي عنده حاجه عايزني اعيدها له عادي. طيب طب قول يا محمد. وانا في اخر المسألة مش فاهم ازاي البي اف بتساوي البي اي بقت بتساوي الاف دي. هقول لحضرتك، مش انت دلوقتي احنا خلاص شبهنا، اسف طبقنا. طيب يبقى ايوه. الحته دي قد الحته دي صح؟ اه. لما نضيف الاكس لدي يبقى دي كلها، لما نضيف دي لدي يبقى هتساوي دي كلها. فهمتها؟ ايوه بس. طيب تعال نشوف السؤال اللي بعد كده. احسب محيط المثلث. طبعا السؤال ده مشهور وأتوقعه في امتحان نص السنة عادي جدا. انت عندك الزاويتين قد بعض، يعني انت بتتعامل مع مثلث نوعه ايه؟ تساوي الساقين. اوكي. يبقى دي ايه هتساوي دي اف. يبقى الاتنين إكس ناقص الواحد هتساوي إكس زائد تلاتة. هات الواحد هنا وهات الإكس هنا. يبقى اتنين إكس ناقص إكس بتساوي تلاتة زائد واحد. يبقى الاتنين إكس، يعني الإكس بتساوي أربعة. كده أنا جبنا قيمة الإكس صح؟ طيب بعد ما جبت قيمة الإكس تعمل إيه بقى؟ تعالى بقى واحدة واحدة، هات لي ده. يبقى الإي دي هتساوي الدي إف هتساوي اتنين إكس ناقص واحد. يبقى اتنين في أربعة ناقص واحد، تمانية ناقص واحد سبعة. يبقى حضرتك ده طوله كام؟ سبعة. ده طوله كام؟ سبعة. ده طوله كام؟ خمسة. يبقى المحيط هيساوي سبعة زائد خمسة زائد سبعة هتساوي 19. ماشي يا جماعة؟ تمام يا مستر. يلا بينا اللي بعد كده. عايزك بالبرهان تحسب لي طول AD. سؤال حلو في شغل. يلا بينا. أولا مبدئي الكلام يعني. واحدة واحدة خلينا نحسبها مع بعض. تمام؟ مم. طيب بصوا عشان برضه اوفر عليكم، هو كل ده انا حله في المذكره تاني، فانا هبعت لكم محلول يعني، بس عشان ننجزوا بس الايه، بدل ما افضل عمال اكتب في برهان يعني، عشان ننجزوا شويه. طيب عندنا ده ب 18 صح؟ ودي نقطه تقاطع المتوسطات، يبقى دي بتسعه صح ولا ايه؟ ايوه طيب صح. دي ب 15. طب ما دي كده تعتبر 15. هنحسب بقى دي في فيثاغورس. ربع ربع واطرح هات الجذر، هيطلع لي طولها 12. يبقى الاي جي هتساوي جذر 15 تربيع ناقص التسعة تربيع، هيطلع طولها 12. طب لو دي 12 يبقى الحتة اللي تحت دي طولها كام؟ طولها 6 صح؟ يبقى الإي دي على بعضها تطلع كام؟ تطلع 8. 18. لغاية كده في أي مشكلة؟ لا مش. لا. طيب السؤال طبعا برهانها مكتوب، أنا بطمنك برهان المسألة دي مكتوب. أنا هبعت لك تمام. المحلولة يعني متقلقش. تمام؟ طيب السؤال رقم 7 عايز أحسب الوسط الحسابي. طبعا احنا كنا عملناها زمان لو انتوا فاكرين، هنا كنا بنقوله الايه؟ المجموعات صح؟ هنا صفر، 10، 20، 30، 40، 50 صح؟ طيب بعد كده اكس ام. فاكرين المراكز كانت بتيجي ازاي؟ الأدنى زائد الأعلى على الاتنين. لا على الاثنين. بتطلع معانا 5. اللي بعدها تطلع 15. خلاص كل مرة بزود 10. يبقى 25، 35، 45، وأخيرا 55.
طب اف اللي هو التكرار، التكرار اللي هو 7 12 15 9 5 2. طبعا لازم اجمع التكرار ده، ها؟ طيب ده لما يتجمع نجمعهم مع بعض، يبقى 7 زائد 12 زائد 15 زائد 9 زائد 5 زائد 2 هيطلع 50. طيب بعد كده بضرب مين؟ بضرب الاكس ام في الاف. 5 في 7 ب35، 15 12 تطلع 180، 15 في 25 تطلع معانا 375، 35 في 9 يطلع معانا 315، 45 5 يطلع معانا ب 225، وأخيرا 55 110. اجمع بقى يا باشا كل ده، يبقى 110 زائد ال 225 زائد 315 زائد 375 زائد 180 زائد 35 يطلع 1465. تقسمها على 50 بقى عشان تجيب الوسط الإيه؟ يبقى الوسط هيساوي 1465 على 50 هيطلع معايا 29 و3. ماشي؟ تمام؟ مستر، قول يا رب. انا عملتها الآلة وطلعت 1240. 1240. طيب نراجعوا معايا، راجع الاكس ام في الاف كده. اول واحده طلعت معاكي كام؟ هي 35 و180 375 و315. امم بعد كده 225 و110. طيب يبقى زي ايه، صح؟ طب راجعيها بقى معايا تاني كده. 35 و180 375 و315 و225 و110 طلعت على 1000. امال هي كنت مزودها ليه؟ 1240، اسف. صح كده؟ مظبوطه معايا ايوه، كده؟ ايوه. صح ولا حاجه؟ يبقى 1240. ماشي، الله ينور عليك. هقسمها على 50. ما لسه طلعت معايا كده في الأول. هيطلع 24 و8. ماشي. لغاية كده سنة أولى سنة تانية في أي حد عنده أي مشكلة؟ ها. لا. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده. يلا. الحمد لله. طب ثواني كده عشان هي اه تمام. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعد كده، اللي هو رقم 1. جذر 2 3 اكس جذر 2 بيساوي جذر 8. عايز اجيب قيمة الاكس. طبعا انا هنا ابسط الايمان هبسط ده ب 2 جذر 2 صح؟ بالمقارنة يبقى 3 اكس هتساوي 2. يبقى الاكس هتساوي كام على كام؟ 2 2 على على. 3. طيب اللي بعدها، بص بقى، فك ده وفك ده، بعد كده ايه؟ اضربهم في بعض. 2 أس 3 ب 8. اكس أس 3 بإكس أس 3 بإكس أس 9. السالب هيطير عشان ده أس زوجي. الأربعة في 4 ب 16. 2 في 4 ب 8. طبعا 16 في 8 هيطلع 128. إكس أس 17. يبقى اللي اختار رقم د. تمام. طيب رقم 3. 7 إكس 7 جذر 75. 7 جذر 75 ناقص 4 جذر 108. تمام، على الآلة على طول تطلع لك 11 جذر 3. إذا كان إكس ناقص 5 أحد عاملاي المقدار ده. طبعا أنا هنا هقول لك على كام حاجة برضو تريكاية كده تخليك ذكي.
هو احنا يا جماعة مش خدنا إن السالب اللي في الآخر ده شرير يدي الشرط الأوسط للكبير؟ يعني ده سالب، صح؟ يبقى أكيد التاني موجب، يبقى الاختيار ده غلط والاختيار ده غلط. يبقى بقالي ده أو ده. طب هختار ده ولا هختار ده؟ بص على أول حد. أول حد هنا إيه؟ 2 إكس. طب ما 2 إكس أنت حل إكس في 2 إكس، يبقى دي الإجابة الإيه؟ الصحيحة. شفت الموضوع مش محتاج إيه؟ ثبات كتير يعني. طيب رقم 15، أقسم ورقته نصين. إكس ناقص 3 بتساوي صفر، يبقى إكس هتساوي 3. إكس زائد 5 بتساوي صفر، يبقى إكس بتساوي -5. يبقى الإجابة الاختيار رقم ب. عدد نضلع المحدب الذي مجموعه قياسات ذوات داخلة 2340. أنت عندك القانون إيه هو؟ n ناقص 2 في 108. خلاص؟ طيب هتجرب مرة تحط ال n ب 2، مرة تحط ال n ب 13، مرة هتحطها ب 15، هي دي اللي هتطلع الإجابة الصح. طيب رقم 7، قيمة إكس التي تجعل ده مثلث مستوي الساقين. خدوا بالكم، مثلث مستوي الساقين ما تنخدعش فيه. هي دي ب 52، دي مش هتبقى قد دي هتبقى قد دي هتبقى ب 52 عشان ده مثلث مستوي الساقين. 52 و 52 104، من 180 هيطلع لك 72، يبقى الاتنين اكس دي ب 72. هتقسم على الاتنين، يبقى الاكس الواحدة بكام؟ ب 72 على الاتنين دي 104، 76 اسف، 76 على الاتنين تطلع 38. خلاص؟ ماشي ولا ايه؟ تمام. السؤال اللي بعد كده، بص على حاجة بس. طيب السؤال اللي بعد كده، أي الأعداد الآتية يمكن أن تكون أطوال أضلاع مثلث منفرج؟ المفروض إن أنا كل واحد فيهم بربع ربع 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 وأجمع أصغر اتنين، المفروض يكونوا أقل من التالت. تمام؟ فهتلاقي الاختيار ألف هو الاختيار اللي بيحقق الكلام ده. تمام؟ طيب مركز المجموعة الثانية هيبقى طبعا مركز المجموعة الأولى 5 زائد 15 20 فعلى 10. هنا هتبقى 20، يبقى مركز المجموعة الثانية هو 20. لغاية كده في أي مشكلة يا جماعة؟ مم. لا يا مستر. تمام. السؤال الأولاني بقى ده أنا زهقت منه. ينفع ما أحلوش ولا عايزينه برضه؟ لا لا. مستر عارفينه. عارفينه صح؟ طيب رقم 2 برضه ده سؤال سهل. تقول لي إزاي؟ أولا أنا عايز الإكس في الواو، يبقى أنا هضرب جذر 3 زائد 2 في جذر 3 ناقص 2. والله جذر 2، عايز تضرب بدماغك براحتك. الأول في الأول ناقص التاني في التاني. عايز توفر على نفسك وترزعها على الآلة على طول، يا ريت تطلع بواحد. طيب اللي بعدها إكس على واي، ماشي، يبقى جذر 3 زائد جذر 2 على جذر 3 ناقص جذر 2. طب أنا مش هينفع أسيبها كده، عايز أحطها في أبسط صورة، يبقى أنا هضرب فوق وتحت فيه جذر 3 زائد جذر 2 على جذر 3 زائد جذر 2. طبعا أنت لما تضرب الكلام ده على الآلة برضه هيطلع لك 5 زائد 2 جذر 6. ماشي. طيب اللي بعدها برضه نفس الكلام، إكس اللي هي جذر 3 زائد جذر 2 ناقص 1 على جذر 3 ناقص جذر 2. حضرتك هتحط الكلام ده يا باشا آلتك وعيش حياتك. خلاص؟ لغاية كده في أي مشكلة؟ على ما أعتقد على ما أتذكر هيطلع ب8 برضه. على ما أتذكر يعني، مش عارف بس تقريبا يعني. خلاص ولا أقول تاني؟ امم طيب تمام مستر. حل المعادي تحليلا تم. إكس تربيع ناقص 16 هتفتح إيه؟ إكس وإيه؟ وإكس 16 2 في 18 عشان فرقهم يطلع 16، خدوا بالكم. والسالب ده شرير يدي الشرط الأوسط للكبير. 54 إكس تكعيب زي 16، ناخد الاتنين عامل مشترك هيبقى لك إكس 27 إكس. لما تاخد الاتنين عامل مشترك هيبقى لك 27 إكس تكعيب زائد 8. طبعا دي تحلها قوس صغير قوس إيه؟ كبير، يبقى 3 إكس زائد 2
وتسعة إكس تربيع زائد الأربعة ناقص 6 إكس. طيب في التحليل الأخيرة هاخد، خدوا بالكوا بقى هنا خليك ذاكر، يعني ده إكس واي إكس واي، طب ما أنا كده دول أخليهم مع بعض، تمام، زائد 8 إكس واي ناقص زائد 6 زائد واي تربيع. طيب وناقص إيه 25 إيه ديت بقى خليها لوحدها، إيه تربيع. بعد كده أعمل تحليل بالتقسيم بقى، آخد دول لوحديهم، تمام، يبقى ده قوس عليه تربيع اهو 4 اكس واي، الإشارة بتاعت الحد الأوسط زائد ناقص 25 اي تربيع. أرجع أفتح قوسين، 4 اكس زائد واي 4 اكس زائد واي 5 اي 5 اي، واحدة موجب واحدة اي سالب. تمام يا جماعة؟ طيب تمام يا مستر. الشكل المقابل عايز أحلل، طبعا عايز أبرهن المثلث بي دي إي بيطابق المثلث اللي تحتيه، كل الشروط التطابق متوفرة. زاوية بتساوي زاوية، ده بيساوي ده، في ضلع مشترك، يبقى أنا كده خلاص، ما كده المثلثين بتوعنا متطابقين. طب أنا هستفاد إيه بقى من التطابق؟ هستفاد إن الزاوية دي تطلع قياسها 87، صح؟ يبقى المثلث ده كده فيه زاويتين، واحدة ب30 واحدة ب78، يبقى أنا عشان أجيب زاوية دي كلها هجمعهم وأنقصهم من 180، يبقى 180 ناقص 30 زائد 78، يبقى 180 ناقص 100 في 108 هطرحها تدينا 72. طب ال 72 تتقسم على الاثنين، يبقى الإكس الواحدة ب6 وإيه؟ ب3. ماشي يا جماعة؟ طيب آخر صفحة، أنا عارف أنتوا زهقتوا خلاص، آخر صفحة عايز إن أنا أجيب مساحة المثلث الكبير. طبعا هستخدم فيثاغورس مرتين، مرة أجيب الضلع ده مرة أجيب الضلع ده. طب السي دي ده وتر صح؟ ده ضلع، يبقى ربع ربع واطرح هات الإيه؟ الجذر، يبقى 30 تربيع ناقص 24 تربيع، على ما أتذكر كانت طلعت 18، صح الكلام؟ طيب البي دي برضو ربع ربع واطرح هات الجذر، 26 تربيع ناقص 24 تربيع، طلعت كام معانا؟ أنا مش فاكر دي هتطلع كام، هحسبها، يبقى 26 تربيع ناقص 24 تربيع 10 يا مستر. 10. طيب مساحة المثلث إيه بقى؟ نص طول القاعدة في الارتفاع، القاعدة دي كلها على بعضها 18، ارتفاعها كام؟ 24، يبقى نص، آسف 28 أهو، القاعدة دي كلها على بعضها 28، يبقى نص في 28 في 24، ودي المساحة بتاعت الإيه؟ المثلث. مم. طيب آخر سؤالين، عايز طول بي إي كلها، برضه سؤال لذيذ يعني، ده فيه شغل شوية. أنت عندك دي ب4، يبقى ده ب2، صح؟ عشان دي نقطة تقاطع متوسطة المثلث الصغير. طيب جي بقى نقطة تقاطع متوسطة المثلث الكبير، يبقى لو دي 6 يبقى دي كلها على بعضها 12، يبقى ده كله على بعضه 12 و6 تدينا 18. هو السؤال يبان صعب بس سهل. تاني هنقولها كمان مرة، يبقى دي ب2 عشان دي ب4، دي نقطة تقاطع متوسطة المثلث الصغير، يبقى الضلع ده كده على بعض طوله 6، يبقى ده كده على بعض طوله كام؟ طوله 6. طب يا مستر يبقى ده كام؟ ده 12، يبقى 6 و12 يبقى ده 18. ماشي؟ آخر سؤال، قدر قيمة الوسيط، فمتهيألي برضو يقدر، اعمل مدرج تكراري اللي هو كان بيبقى عواميد كده، فاكرينه؟ مم. كده كده كده، بروح على أطول عمود وأقوم جاي إيه؟ جايب الإيه؟ جايب المنوال. افتكرتوه؟ طيب ايوه يا مستر. طيب تهيألي كده خلاص يعني، تهيألي كده